كنت معايا في القناه مرحبا بها. اضغط على الزر الاحمر وما تنسوش تفعيل الجرس باش يبقى يوصلكم ان شاء الله الجديد. كيف كتشوفوا معايا هذه الوصفه، يعني وصفه رائعه رائعه، يعني قليله في حق ديالها. كتهنينا من بزاف د الحوايج في الوجه ديالنا، ونقدروا نديروها للجسم ديالنا كامل. هذه الوصفه بالنسبه لهذه الوصفه كيف كتشوفوا معايا كنحتاجوا لها باربه كتكون مسلوقه اولا شمندر، وكنحتاجوا لها معلقه ديال لا جيلاتين مطحون، ومعلقه ونص ديال النيدو. هادشي كامل كنعبروه بمعلقه صغيره وكنخلطوا الخليط. نتوما غتشوفوا معايا. دابا نهضر لكم شويه على الفوائد ديال الشمندر اولا ديال الباربه الحمراء. كيحتوي الشمندر اولا الباربه اللي كنقولوا حنا الباربه الحمراء على كميه كبيره من مضادات الاكسده الطبيعيه اللي كتحارب لنا علامات الشيخوخه وظهور تجاعيد والخطوط الرفيعه في محيط الفم والعينين، دوك الخطيطات اللي كيكونوا صغيورين تحت من العينين ديالنا. كيحافظ الشمندر اولا كيف كنقولوا الباربه على مرونه الجلد والرطوبه ديالو، تا هو يعني كيبقى لنا الجلد ديالنا رطب، وكيوفر لنا حمايه طبيعيه ضد اشعه الشمس الضاره. واهم يعني هاد الماده ديال الشمندر اولا هاد الشمندر يعني كيقينا من سرطان ديال الجلد. ومن الاحسن البنات ناكلوه نكثروه بزاف في الماكله ديالنا، وميم حتى في الوصفات ديال الوجه ندخلوه فيهم حتى هوايا. وكيف كنعرفوا الشمندر راه غني بفيتامين سي، يعني الفيتامين سي هو اللي كيقي لنا الجلد ديالنا اولا البشره من البقع الداكنه والتصبغات. يعني بحال ديك اللي كتكون بشره كتكون بحال جي خمريه بحال مسخه بحال هكاك، يعني تكون تصبغات حتى هو كيقيهم لنا من البشره ديالنا. وعاد يعني في حاجه مهمه، الهالات السوداء الداكنه اللي كتكون حول العينين، يعني كيخففوا لنا واحد الدرجه ما كتصورش. وهاد يعني هاد الشمندر راه مرطب للشفاه وطارد للسموم، ويعني السموم ديال الجسم والبشره عفوا. وكيف قلت لكم يعني مثل حتى الداد ديالنا يعني راه مهم ندخلوه في لي صالاد، ندخلوه في العصائر ديالنا، يعني نديروه كماده اللي تبقى ديما ناكلوه. وبالنسبه للبنات اللي كيكون عندهم فقر الدم اولا الوجه ديالهم شاحب، او هاد الماسك البنات راه كيرجع لنا داك لا كولور الوردي ديال الوجه وكيفتح لنا الوجه ديالنا. واهم حاجه كيرطبو كينقيه، وكيف قلت لكم في الاول لا فيديو كيحارب لنا التجاعيد وكيصفيه لينا، يعني كتولي عندنا البشره ديالنا صافيه مزيان. انا اختاريت ندير معاه حتى لا جيلاتين باش كندير له بحال يعني سنفره للوجه. بالنسبه لانا لهاد الخلطه اللي درت لكم زدت فيها نيدو، على زدت فيها نيدو باش ما يلصقش. كاين البنات اللي كيتشكاو من هاد الوصفه ديال الباربه ولا جيلاتين ما كيقدروش يقشروها، ولكن ملي كتزيدوا فيها حليب نيدو كتبقى معنا، يعني كتبقى معنا شويه رطبه. واللي ما بغاتهاش تكرملها بزاف على وجهها كتشد طبقات كتكثرهم، يعني ماشي كدير غير شويه، كدير تقريبا 3 طبقات فوق بعضياتهم باش كتبقى يعني داك الخليط كيبقى ما كينشفش لها دغيا في الوجه ديالها. وملي كتبغي تحيدو انا دابا نوريكم الطريقه كيفاش كنحيدو. واللي البشره ديالها عادي يعني ماشي حساسه راه دير غير شويه باش الا بغات تقشرو، واخا كتقشرو مع فيه داك الحليب نيدو ما كيكرمش بزاف وما كيقصحناش ملي كنبغيو نحيدوه. وكيف كنعرفوا يعني حليب نيدو حتى هو راه مرطب اساسي للوجه ديالنا. كيف كتشوفوا معايا شديت ديك الباربه اللي سلقتها درتها انا غير في هاد الصفايه ديال الحديد، وبقيت هكا كندير فيها يعني كنمعك فيها هكاك حتى خرجت هذيك العصاره ديال الباربه مطحونه بحال هكاك. واللي بغات دير مولينيكس ديرها، انا ما بغيتش ندير مولينيكس على باربه وحده ما قلت ما كاينلاش، دونك جاتني هاد الطريقه احسن. كيف كتشوفوا معايا غناخذ دابا المعلقه عامره ديال لا جيلاتين مدقوقه. الجيلاتين البنات راه كيتباع عند جميع العطاره، شفتوا كتجي على هاد الطريقه. يعني نقدروا ناخذوا من هاد الوصفه حتى هي وكنديروها للفم ديالنا وكيبقى رطب، نديروها لرجلينا والقدامنا وداكشي. حتى هي هاد الوصفه انا هنايا راه درتها لوجهي وليديا عنقي وشاط ليا منها، ودرتو حتى لرجليا، يعني رجليا درت فيها غير ما درتش طبقات غلاط، درت غير شويه خفيف وبقيت ندير حركه ديال دوائر باش كينقى ليا رجليا مزيان وخلى ليا داك لا كولور غوز اللي كيكون زويون، يعني لا كولور كيجي احمر. صافي كي شفتوا معايا هنايا درت لا جيلاتين كنبقى نحرك فيه على هذا الشكل
حتى كنحس به تميلونجا مزيان مع الخليط. واهم حاجه كيف كنقول لكم البنات ديما في جميع الوصفات ديالي او الوصفات اللي كديروا من بعد اي ماسك كديروه، يا اما كتشدوا كديروا الثلج للوجه ديالكم، او لا كتشدوا الماورد وكتبقاو ترشوه على وجهكم مزيان. من الاحسن البنات اللي تقدر توفر على الماورد يعني بكميه كثيره، يعني اللي كتاخذ الماورد تقدر تاخذ اللي عندها بزاف ديال الماورد وداكشي، كتشدوا كديروا في ديك لي بواط ديال اللي كيكونوا فريغو ديال لاكلاص ديال الثلج، وكتعمرهم هادو كتعمرهم وهما نفسهم كتشدهم، وكتبقى يتجبد هادوك لي كلاص ديال الماورد اللي كيوليو باردين، وكتجبدهم وكتبقى دوزهم على البشره ديالها من بعد اي ماسك كدير. هادوك البنات قسما بالله حتى راهم افيكاس، يعني بالنسبه للبنات اللي عندهم تجاعيد او لا عندهم البشره ديالهم مترهله او لا، راهم كينفعوا مزيان ومهم كيسدوا لنا حتى المسام ديال الوجه ديالنا. كيف شفتوا معايا هنا درت تقريبا واحد المعلقه ونص ديال نيدو. صافي كنحرك الخليط هكا حتى كيولي عندي خليط متجانس. كيف شفتوا شويه بدا كيعقد ليا الخليط ديالي. صافي نقدروا هاد الخليط البنات نخليوه ما بين تقريبا واحد من 15 دقيقه حتى ل 30 دقيقه يبقى في الوجه ديالنا. صافي كيف قلت لكم اللي ما بغاتش تحيدوا طبقه بحال الماسك راه كتدير تكثر يعني الطبقات، سينو دير غير طبقه واحده باش كيتقشر معاها، ولكن واخا يتقشر معاها راه ما غتقصحش حيت كاين معاه داك نيدو هو اللي رطبنا كيرطب البشره ديالنا، ما كيجيناش كارم بزاف. شفتوا الشكل ديالو لا كولور ديالو كيحمق، جا لا كولور ديالو زوين. صافي كنشدوا البانسون اللي كيكون عندنا خاص بالوصفات. صافي وكندير هكا. بالنسبه للبنات اللي بغاو يتقشر كيديروا غير طبقه واحده بحال هكا. صافي سينو اللي ما بغاوش يتقشر كيديروا طبقه فوق طبقه. انا هذا درتو اكسبري. بالنسبه للبنات اللي كيقول لك لا جيلاتين لا كيدير نوض لينا الحبوب في وجهنا ما كنقدروش نقشروا، هذه راه ما كينوض لا حبوب لا حتى شي حاجه، غير البشره ديالنا فاش كنشدو كنحيدو يعني فاش كتولي القشره ديال هذيك لا جيلاتين وكنهزوها يعني حيت كيكون عندنا الزغب في الوجه ديالنا، حيت لا جيلاتين حتى هو راه كيساعد على تنقيه الوجه من الشعيرات اللي كتكون عندنا في الوجه ديالنا. داكشي علاش كتحسوا به قاص عليكم بزاف. مي الا جربتوا هاد الوصفه بحال هكا ما غتحسوش داك الاحساس اللي غتقصحوا فيه. كي شفتوا معايا صافي غنخلي كنابليكي هكا هاد الوصفه ونخليها تقريبا ما بين ربع ساعه حتى لنص ساعه حتى كتكرب معايا مزيان. وكنزولها هذه تقريبا ها هي من بعد ما خدات معايا هذيك تقريبا هنا خليتها غير 20 دقيقه. كيف كتشوفوا معايا هكا كندير حركات دائريه، هذاك الشيء اللي تحتاني راه لاصق. صافي كندير هكا بحال كنقومي في الجلده ديال اليد ديالي، حتى نتوما تقدروا ديروا هكا في الوجه ديالكم على هذا الشكل. اللي مازال اللي كيبقى سارد هكا. اما بالنسبه للبنات اللي كدير طبقه واحده وكتلصق ليها على الوجه ديالها ديك الساعه راه كتقشرها، ما تحتاج دير هاد الطريقه. انا الطريقه هنا حيت درت بزاف باش نوري البنات. دابا نخلي لكم فيديو ديالي ديال الكركم نيدو والجيلاتين. هذاك درتو طبقه اللي كتقشر. هنا ما بغيتش يعني قلت نخالف هذيك الطريقه الاولى. هاد الطريقه البنات سيرتو الا لقيتو منين تاخذوا هاد لابغوس راها خطيره وكتنقي الوجه مزيان، احسن من هذيك فوريو، يعني احسن من لي زاباغي الاخرين بزاف الالكتريك. هذه كتحسوا بصح كتقوميو في الوجه ديالكم وكتحسوا البشره ديالكم كتنقى من الداخل. يعني ملي كتخدموا بهاد هاد لابغوس فريمون البنات خطيره بزاف وزوينه للبشره ديالنا، وحتى الثمن ديالها راه ما غاليش، راه كاينه عند مولين المكياج راه كتباع. صافي كنحيدو كنبقى هكا بحركه دائريه كي على هاد الشكل. صافي حتى شويه وكنعاود نغسل ايديا. كيف قلت لكم البنات بالنسبه للبنات اللي مقبلين على الزواج او لا عندهم مناسبه او لا عرس ولا شي حاجه، الا بغات تمشي للحمام ديرها الجسم ديالها كامل، يعني وهي في الحمام تجلس شويه قبل ما تدخل، يلا فاش تحيد حويجه وداكشي ديرها وتجلس شويه في البلاصه فين يعني قبل ما كتدخلوا للحمام. تجلسوا تقريبا غير واحد 10 دقائق. صافي وقبل ما تسردوا على راسكم ماشي شي حاجه كتبقاو ديروا هكا، كتبقاو ديروا بحال حركات دائريه على هذا الشكل.
كوماج للجسم ديالكم كامل. ومن بعد ملي غتغسلوا هاد الكوماج غتحسوا بالجسم ديالكم ولا رطب ولا كولور ديالو ولات مزيانه. اللي ما بغاش ديرها قبل من في البدايه ديال الحمام تخاف الوسخ ما ينوضش لها ولا شي حاجه مع الحكان، ديرها حتى الاخر، ولكن ما ديرش فيها لا جيلاتين. دير غير الباربه ونيدو هكا مسلوقه ونيدو، وديرها اللحم ديالها كامل وصافي. فاش تشلل ودير بندوج ديالها. وتفكروني البنات، وان شاء الله نتلاقاو في وصفه جديده في فيديو